حصر يا جماعة، والأول مرة الفيجيتار الحار والفيجيتار العادي بأسهل طريقة ومكون مش هتتخيلي ولا تتوقعيه أبدا. تعالوا يلا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندك فينو نشف، عندك سميد نشف، عندك بقسماط نشفت، عندك كل الحاجات دي نشفت عندك في المطبخ ومش عارفة تعملي بيها ايه. بصوا بقى، الحاجات دي نشفت عندي، انا بحطها في اكياس كده وبسيبها لغايه ما تنشف، بعلقها كده في المطبخ وبسيبها لحد ما تنشف. وبعد كده بحطها كده زي ما انتم شايفين في الكبه. طب انا ما عنديش كبه، حطيها في كيس ودقيها بايد الهون. خلاص انا سهلت لك الموضوع. بس مش لحد هنا وبس، لا ده احنا لسه هنعمل خطوات تانية. استني بس عليا، والله العظيم احلى واوفر. يعني شوفي دلوقتي انت بتروحي تشتري كيس الفيجيتار بكام يا جماعه؟ والله يا جماعه حصري، وانا اول واحده عاملاها على اليوتيوب. بصوا يا جماعه، بعد ما فرمنا بقى كل الكميه اللي عندنا هنحطهم تاني على بعض. وتعالوا بقى نحط عليهم بهارات فراخ. هحط كيس كامل لان ما شاء الله الكميه عملت لي كيلو بقص، كيلو فيجيتار. وحطيت معلقه كاري كبيره، وحطيت نص معلقه كركم ومعلقه بابريكا، وحطيت ملح. ولو عندك مرقه فوريه كمان هتبقى احلى واحلى. وهنضرب كل ده في الكبه كده مع بعضه. تعالوا بقى نشوف عملنا الحر ازاي. بصوا، لو وصلتي لحد هنا في الفيديو ما تنسيش بقى تدعميني بلايك لو انت استفدتي من الفيديو بجد، عشان اللايكات بتاعتكم دي بتفرحني، مش عايزه اقول لكم قد ايه. بصوا بقى الخليط اهو ما شاء الله كميه كبيره. حطيت بقى توم باودر وبصل باودر وبقلبهم كده في الاخر. عايزه تحطيهم مع البهارات وتضربيهم كلهم مع بعض ما فيش مشكله. نقسم هنقسم بقى الخليط دوت على جزئين. الجزء ده احط عليه معلقه شطه كبيره ونقلب. بصوا يا جماعه ده حار بقى، حار من الاخر يعني. عايزه اقول لكم قعدنا نعطس انا ورانا لغايه ما كنا هنفطس. بصوا ده الحار. بصوا لونه، انا غمقت، انا قربت لكم شويه وقفلت الاضاءه شويه عشان اوريكم ان ده لونه احمر شويه ودوت العادي. شوفي انت بتروحي تشتري كيس البقسماط بكام، شوفوا احنا عملناه اصلا ما فيش يعني، من حاجات عندنا في البيت كنا هنرميها. اوعي ابدا ترمي العيش الناشف الفينو لما ينشف عندك، اوعي ترميه. يا رب الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وشيروا الفيديو.